طبختنا اليوم كانت فوارغ وكوسة وورق عنب. الفيديو تعليمي لحشي الفوارغ والورق عنب والكوسة، كلكم صرتوا بتعرفوا تحضرون. أول شي عندي فوارغ أنا جبتهم منظفين. تنظيفهم كتير بياخد شغل وكتير بده دقية ومعلمية، وصراحة اختصرت هالموضوع وخليته لأصحاب الخبرة إنهم هن يعملوه. أنا بس جبتهم منظف وعم بحشيهم. أول شي بنقلب الفارغ من أوله مثل ما شفتوا بالفيديو، ومنبلش نحشي الرز لجوا وهو بعدين رح يقلب معكن. بتحشوا الرز شوي شوي، ما تكتروا أحسن ما يفزر معكن على الغلي. فبنحشيهم شوي شوي وبنسحب لتحت مثل ما هلا حتشوفوا بالفيديو. شايفين قد ايه عم بحشي الرز كتير قليل. الرز هلا بعدين على الطبخ بينفش وبيتعبى الفارغ وبصير ممتاز. بحشي وبسحب لتحت مثل ما عم بتشوفوا، وهو لحاله بيقلب بالاخر. واي حشوة بتطلع منه بتطلعوها لبرا وبتتركوها لانه بتكون هي زيادة على الفارغ. فارغ او بالمصري ممبار بيقولوله. الحشوة كانت عبارة بس عن رز ولحمة وبهار وملح وزيت اكيد، لحتى ما تلزق الحشوة على بعضها وتضل هيك مفرفدة جوات الفوارغ او الورق عنب او الكوسة. مثل ما عم بتشوفوا بحشي وبسحب بهيدي الطريقة، واخر شي بيقلب معكم وبصير بهيدا الشكل. بعدين من بعد ما خلصتهم حطيتهم بقلب مي مع ملح وحامض وفركتهم كتير منيح لحتى نضفهم من برا. تعملولن زوم او 2 حسب انتو قديش حسيتوا انهم عم ينضفوا معكم. بعدين بتشيلوهم بتحطوهم على جنب. وشوفوا بعدين شو عملت. حطيت بقلب طنجرة ريش بعضمة، قليتها شوي مع بهار اسود كتير اطيب اذا بتقلوها لحتى تروح الزفرة كلها منها. بعدين حطيت طبقة ورق عنب، طبيت فوقها صحن حتى ما يفلفشوا معي على الغلي. حطيت الكوسة، بعدين حطيت فوقهم الفوارغ. هلا تيتا الله يرحمها كانت تحط معهم صلصة. بعرف انه كتير ناس يمكن تستغرب، بس انا بعرف انه تيتا كانت تعمله بالصلصة وكتير بحبه، بس انا هالمرة ما رح اعمله بالصلصة، حاعمله بس على مي بيضة. فحطيت مي وملح، واخر شي قبل ما طفي عنهم حطيت عصير كباية حامض حسب انتو الكمية اللي عندكم. تركتهم ساعتين على النار لحتى استووا. صفيت المرقة منهم ودلقتهم هيك مثل ما عم بتشوفوا هالمنظر الحلو. يعني شو بدي اخبركن، كل الطبخة كانت دايبة. الفوارغ والريش والورق عنب والكوسة ما كنت قادرة امسكن قد ما سخنين. حاولت قد ما بقدر اني فرجيكن كيف اللحمة دايبة والفوارغ. وشوفوا كيف حتى ما فزر معي كمان لانه حشوته كانت ممتازة. اهم شي تسحبوه لتحت لحتى يطلع كل الزيادة منه. شوفوا اللحمة كيف دايبة ذوبان. خبروني انتو اذا بتعملوها مع صلصة او بدون صلصة وكيف بتحبوها، والف صحة.